أسود الأطلس. تزأر بسان بيدرو وتسقط تنزانيا بثلاثية أحقق المنتخب المغربي الأهم، وهو يتجاوز عقبة منتخب تنزانيا في أول دخول للعناصر الوطنية لنهائيات كأس إفريقيا للأمم المقامة حاليا في كوت ديفوار، بعدما تمكن أسود الأطلس من الانتصار ب3-0. سترفع معنويات اللاعبين قبل ملاقاة الكونغو الديمقراطية في ثاني مباراة برسم دور المجموعات. وكانت كتيبة المدرب وليد الركراكي استفادت من اندفاعها ضد التنزانيين وتراجع المنافس للوراء، حيث أتيحت لكل من النصيري وزياش والزلزولي محاولات لهز شباك طايفة ستارز في الدقائق 10 و33. لم يتم استغلالها بشكل جيد بعدما ظل المنتخب التنزاني يغلق جميع الممرات والمنافذ في وجه اللاعبين المغاربة. المنتخب المغربي حاول جاهداً الاعتماد على تسربات أشرف حكيمي من الجهة اليمنى ومعه عبد الصمد الزلزولي من الجهة اليسرى، لكن المنتخب التنزاني ظل مستميثاً ومنع العناصر الوطنية من اختراق مناطقه. وانتظر أسود الأطلس لغاية الدقيقة 30 من الشوط الأول من أجل استغلال تسديدة حكيم زياش القوية التي عجز حارس تنزانيا عن التصدي لها، قبل أن يتابع كرته العميد غانم سايس ليسكنها في الشباك، وهو الأمر الذي حرر الفريق الوطني الذي بحث جاهداً عن تسجيل الشهد الثاني في الشوط الأول دون جدوى، بعدما ظل زملاء مسوفاً متراجعين للوراء، وهو الأمر الذي استفاد منه المنتخب المغربي بعدما لم يضع خصمه الفريق الوطني في اختبار قوي، وبخاصة خط الدفاع الذي حضر فيه سايس مع أكرد ومعهما محمد شيبي الذي اكتفى بلعب دور دفاعي دون أن يغامر كثيراً بالهجوم. ومع انطلاق الشوط الثاني واصل المنتخب المغربي الضغط على تنزانيا، وحصل النصيري على محاولة في الدقيقة 50 بعد تسديدة دائرية من أوناحي، لكن حارس الطائفة تدخل لإبعاد الخطر عن مرماه، واستأنفت المواجهة بتسربات متنوعة للزلزولي من الجهة اليسرى، بعدما بذل مجهوداً بدنياً كبياً في المباراة التي عادت فيها العناصر الوطنية للتراجع للخلف مع محاولة الاعتماد على المرتدات الخاطفة. مقابل ذلك ظل أمرابط يتكلف بقطع كرات منتخب تنزانيا في الوسط في مواجهة عانى فيها المنتخبين بدنياً بشكل كبير، قبل أن يبادر حكم المباراة بطرد اللاعب نوفاتوس في الدقيقة 70. بعدها قام الركراكي بإخراج الزلزولي وإقحام عدلي، ثم زج بالخنوس بدل أملاح لضخ دماء جديدة في الخط الأمامي للفريق الوطني، قبل أن ينبعث أوناحي من رماده في الدقيقة 77 بتسجيل الشهد الثاني بعد ثنائية مع أمين عدلي، لتتخلص العناصر الوطنية من ضغط المواجهة، قبل أن تضيف الهدف الثالث عن طريق النصيري ألغاه الحكم بداعي التسلل في الدقيقة 80، قبل أن يعود لاحتسابه في مواجهة مثيرة. ومع توالي دقائق المواجهة أقحم الركراكي الثلاثي الكعبي وبوفال وحارث ليواصل لاعبو المنتخب المغربي ضغطهم بكل قوة على مرمى الحارس التنزاني الذي تحمل ضغط المواجهة رفقة خط دفاعه. بالمقابل ظلت العناصر الوطنية تثق في مؤهلاتها وتبحث عن إضافة الهدف الرابع دون جدوى وديما مغرب.